مدرب إسبانيا يوجه الصفعة الأولى لراؤول أسينسيو. وجه المدرب لويس دي لافوينتي المدير الفني لمنتخب إسبانيا الصفعة الأولى للمدافع الشاب راؤول أسينسيو قلب دفاع ريال مدريد في أول معسكر له مع كتيبة الماتادور. أسينسيو ظهر بحلة مميزة رفقة ريال مدريد في الموسم الجاري، ما جعل دي لافوينتي يضع عينه عليه ويستدعيه لمعسكر مارس الجاري، والذي سيعرف مواجهتين ضد هولندا في مواجهة دور الأمم الأوروبية. أسينسيو يخرج من خطط ديلافوينتي، حيث قرر ديلافوينتي استبعاد أسينسيو من القائمة الرسمية لمواجهة إسبانيا وهولندا مع اثنين من زملائه، لتصبح قائمة الماتادور مقتصرة على 23 لاعبا فقط في ذهاب ربع نهائي دور الأمم. وأعلن الاتحاد الإسباني عن خروج أسينسيو، فيران توريس، وبريمي بينو من قائمة المنتخب في مباراة الليلة في روتردام بصورة رسمية، حيث لن يبقى أي منهم على دكة البدلاء في اللقاء. ولن يرحل أسينسيو بالطبع عن معسكر إسبانيا الحالي، لكنه سيبقى رفقة زملائه على أمل ألا يستبعده المدرب من قائمة المباراة المقبلة ضد هولندا أيضا في ملعب المستايا، والتي قد تكون أولى مشاركاته الرسمية مع المنتخب الأول.